السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طيب، بما ان احنا داخلين على معسكر المنتخب الأجندة الدولية، قلت نتكلم شوية كده عن يعني المنتخبات بقى في مصر عموما. وبما ان منتخب الشباب بيلعب، انا بصور الفيديو ده قبل ما نعرف منتخب الشباب هيوصل دور 16 ولا لا بعد الفوز على شيلي. فنشوف أحوال المنتخبات المصرية الثلاثة. منتخب الشباب، طبعا ما فيش منتخب اولمبي، ومنتخب مصر اللي انا هسميه منتخب مصر التاني بتاع كابتن حلمي طولان، ومنتخب مصر الاول منتخب كابتن حسام حسن. طيب، تعالوا نبدأ في الفيديو ده كده بمنتخب الشباب، ونحط الاول اهداف للفرقة دي. طبعا انا معرفش الناس اتفرجت على ماتشات ايه بالظبط. انا اتفرجت ماتش اليابان، اكتر ماتش يعتبر اتفرجت عليه. وطبعا شأن كل المصريين اتسد نفسنا من المنتخب ده ما قدمش اي حاجة فنية خالص. مفيش مدير، يعني كابتن أسامة نبيه ما جاش في البطولة دي. مش عايزين نروح بقى لو أهلي زمالك، أظن مدرب أهلاوي مدرب زملكاوي أيا كان. بص، هو في كل الحالات هو لا كابتن أسامة كان نافع ولا يعني كابتن وائل رياض. على الأقل هو فنيا ما بيعملش حاجة قوي، يعني أنا بس على الأقل هو مثلا راجل سنه صغير، ممكن تحاول تعلمه. يعني قدامه مثلا 10 15 سنة يديهم لك في مجال التدريب يعني. وكان ما بينهم ميكالي اللي مشي ليه معرفش. بس عموما هو لا كان كابتن وائل رياض نافع ولا كابتن أسامة نبيه نافع. وانا دايما نفسي كابتن وائل رياض يعمل زي ما عمل كابتن محمد شوقي كده، يبدأ ينزل الدوري بقى. عايزين نشوف بقى هو بيعمل ايه اصلا، يعني بيعرف يعمل ايه. يعني دي حاجة انا عايزين نشوفها. يعني الجيل ده فيه رضا شحاتة، فيه شوقي، مع حفظ الألقاب بقى، والرياض، في ناس مدربين صغيرين في الدوري كتير في الفترة دي، أنا شايفهم كويسين. يعني ممكن مستقبلا نستفيد بواحد منهم إن هو يمسك منتخب أولمبي بس، أو ناشئين، بس يبقى عمل حاجة مثلا في الدوري، ادى أمارة يعني. فالموضوع فيهوش أهلي وزمالك، هما الاتنين واحد من أهلي وواحد من الزمالك، ولا حد فيهم عمل حاجة. طب هو منتخب ضايع خالص؟ هو كلاعب جماعي مفيش، لكن الميزة اللي بيقدمها هذا المنتخب إن في بعض اللعيبة فرديا يعني تحس إن هم واعدين. يعني إيه واعدين؟ يعني هو عنده حاجات كويسة وفي حاجات مش أفضل حاجة، فمحتاج تشتغل عليه وتطورها فيه. طيب، مين اللعيبة الواعدة في المنتخب ده في رأينا الشخصي؟ ثنائية قلب الدفاع اللي هم عابدين وبوستانجي، أنا شايفهم كويس، يعني يجي منهم كويسين. وسط الملعب، وفي رباعي في وسط الملعب كويس. محمد السيد اللي انا نفسي ان هو ياخد فرصه اكتر في المشاركه بصراحه، مع عاجبني من ايام الزمالك. تيبو جبريال لعيب كويس قوي. سليم طلب يعني معقول. كباكا لعيب احنا عارفين ان هو عنده شخصيه شويه اكتر. فالرباعي ده ماشي، يعني ماشي حاله، يعني تقدر تديله فرصه وتحاول انك تشوف لما يتطور يبقى عندك لعيب كوره كويس. خاصه تيبو جبريال ومحمد السيد، الاتنين دول من الرباعي ده. ومركز الوينج عندك لعيبه كويسه، يعني انت عندك عمر خضر كويس، محمد عبد الله كويس. ما شفتش عمر سعد معاه بصراحه، ما خدش بالي قوي يعني. واللي اعرفه دايما ان هو كان مصاب فتره، ما اعرفش يعني وضعه ايه، بس انا اتوسم فيه خير. يعني بص، انا مش على قناعه قوي بعمرو خالد بيبو، بس بما ان الراجل محترف بره فهنذكر اسمه. هو ابناء اللاعبين عاده انا ما بقتش اميل ليهم زي الاول يعني. اغلب اللعيبه اللي مؤخرا هم والدهم كان لاعب كوره، انا شايف ان هم ما عملوش حاجه. بس خلينا نشوف الراجل على الاقل، يمكن تجربته الاحترافيه توصله لشيء ما يعني. فهنقول ان احنا برضو محتاجين على الاقل نتابع هو بيعمل او عامل ايه. فانت كده المنتخب ده مقدم لك قلوب دفاع كويسه. انا مش يعني ما عنديش قناعه بصراحه باي لاعب تاني بره الاسماء اللي انا قلتها، بامانه يعني. ممكن يكون في حد حلو وانا ما خدتش بالي، جايز جدا يعني. ممكن يا ريت حد يقول لي لو في حد كويس فعلا و... و... ويعني وممكن اكون ما خدتش بالي او ما شفتوش كفايه، ان انا طبعا ما شفتش كل حاجه قوي. يمكن ماتش اليابان حتى ما شفتوش كامل، انا شفت بس اجزاء منه، وده اكتر ماتش شفت فيه اجزاء بصراحه.
بره اللعيبه دي انا بصراحه ما عنديش قناعه بحد قوي. فالمنتخب ده مقدم لك قلوب دفاع، مقدم لك لعيبه خط نص، مقدم لك لعيبه وينجات. طيب هو المنتخب انت مش مطالب بنتيجه قوي، انت سواء عديت دور 16 او ما عدتش، انت رحت خدت تجربه كويسه فيها ميزه مهمه بالنسبه لي، وهي تيبو جبريال. مش تيبو كلاعب، لكن الفكره بتاعت ان انت بدات او بدأ يظهر عندك اكتر شويه اللعيبه المزدوج الجنسيه ويجوا منتخب مصر وهو صغيرين. ودي نقطه مهمه، لان انت النهارده بتتكلم عن هيثم حسن، هيجي ما يجيش، انت تحس ان هو ماسك ورده وعمال اجي ما اجيش اجي ما اجيش، مش عارف. يعني هو بين مصر وتونس ما اظنش فرنسا هتستدعيه، او يا اما هو منتظر ان ممكن يعمل شيء يخليه يروح منتخب فرنسا، مش عارف يعني. بس هو في النهاية أنا بشوف إن تجربة إنك تجيب اللاعب مزدوج الجنسية من وهو في منتخب شباب هي كويسة قوي لأسباب. نمرة واحد، بيبقى لسه عنده فرصة إن هو يمثل منتخب تاني لو هو عايز، فهو هيجيلك بفكر واي نوت، ليه لأ ما أجي أجرب. يعني أجي أجرب عندك، أشوف الدنيا إيه، بما إن مفيش مثلا منتخب تاني استدعاني، وأنا كده كده لو ضربت معايا واحترفت وحلو وبتاع وبره معايا جنسية تانية ممكن أمثل منتخب تاني، إن أنا ما لعبتش منتخب أول. وده اللي المغرب عملته في السنوات الأخيرة، إنها بدأت تتبع اللعيبة بتاعتها بره وتجيبها من وهم صغيرين. فمن وهم صغيرين بيبدأ ينشأ بقى فكرة تعود وحب للوطن وللفكرة بقى بتاعت الفريق. هو بيبدأ بقى يشوف إن اه والله الدنيا مش ضلمة زي ما أنا كنت فاكر، لا والله الدنيا ظريفة. لما تيجي تكلمه بعد كده، طب تعالى تاني منتخب أولمبي، اه والله ارجع خد التجربة تاني، التجربة الأولى كانت كويسة. من ناحية ايه؟ مش من ناحية التيكي تاكا اللي بتتلعب، لا، من ناحية ان الراجل ده مثلا انت هتقول له عايزينك تيجي، طب تعالى احنا هندفع لك التذكرة ذهابا ايابا مثلا. انت ما تخلوش هو يتكفل، وخلي بالك ده بيلعب في فريق شباب هناك ناشئين يعني. فانت جايب له تذكرة، مسفره سفرية محترمة. لو ما فيش مكان في مصر حتى يقعد فيه، هو في كده كده في معسكر هيقعد فيه، الراجل رايح قاعد في مكان محترم، يبقى معاه اتنين تلاتة في الفرقة زيه كبداية، وبعدين هيتصاحب على بقية الشباب الموجودين. التعامل محترم، المكان انت مش متفق معاه ان يجي مكان وفجأة يلاقي نفسه قاعد في مكان تاني، مثلا معسكر تاني. لو هيقعد مثلا يوم او يومين خارج معسكر في فندق، انت تسهل له الموضوع ده. مفيش ما يمنع ان يبقى في حد معاه مرافق مثلا، يعني خلي بالك ده راجل بيجي ممكن يكون ما بيعرفش عربي، يعني انت انا عارف انه مش سايح، بس انت هتعامله ولو في البداية انت بتسهل له حياته الايام اللي هو بيجيها هنا. هو ما بيبقاش حاسس ان هو جاي يتعذب زي اللي متغرب بره وجاي نازل اجازه مصر يا عيني، اللي هو بقى تلاقيه قرفان وبتاع، هو في الغالب بيتنك بس يعني. لا، انت في ناس هي فعلا هو ما جاش مصر قبل كده، فهو بالنسبه له هو هيجي يتعذب يعني. فلا، انت بتسهله الدنيا، تعامله شويه كانه سايح في الاول لحد الراجل ما يتعود، والله يقول لك والله الدنيا تمام. بعد كده هو نفسه مش هيتوقع منك ده، لان هو هيبقى خد على البلد بقى، هيقول لك اه خلاص انا مش عايز حد، انت جايب لي واحد معايا ليه؟ خلاص ما انا عارف الدنيا، خلاص انا عارف هروح فين واجي منين مثلا يعني. ده لو في يوم اجازه مثلا ولا حاجه. طبعا هو هتبقى مشكلة ان هو ايه معسكرات افريقيا بقى، ان انت رايح تلعب في ادغال افريقيا، دي مشكلة. بس ما المغرب خاض التجربة دي والناس جت يعني، وكويس ان على الاقل تيبو جبريل ده يوم ما جه راح في كاس عالم، فاكيد هناك مش معادنهم في حاجة اي كلام، اكيد يعني عامل لهم مكان كويس. فبالتالي الفكرة بتاعت انك تجيب اللعيبة مزدوج الجنسية من وهم لسه صغيرين في منتخبات اللي اقل من المنتخب الاولمبي كمان، دي حاجة كويسة، لانه هيبدأ يتعود. ولما يجي وقت المنتخب الكبير مش هيقعد بقى اجي ما اجيش، طب هتدوني ايه، طب مش هتدوني ايه، طب هنعمل ايه. لا، هو الراجل هيبقى حابب انه ياخد التجربه، لانه خد تجربه قبل كده وعجبته، كانت بالنسبه له كويسه. فدي نقطه يعني مهمه ان احنا نذكرها. وحاجه كويسه في الفرقه دي نوعا ما. طيب ايه تاني نوعا ما كويس في الفريق؟ والله يعني انا شايف انه اللعيبه الوعيده دي انت تقدر تشتغل عليها في الفترة القادمة، هتقدم لك حلول كويسة في نص الملعب. لأن أحد مشاكل منتخب مصر الأول المراكز بتاعت نص الملعب، 6 و8 و10 و9 ونص و10 إلا ربع و7 إلا ربع وقبل المغرب ب5 دقايق، كل التوقيتات والمراكز دي كلها مشكلة في منتخب مصر الأول، وأنت بتحلها بإنك بتلعب زيزو وتريزيجيه في الحتة دي.
الحتة دي. فوالله لو طلع لك 4 من الأسامي اللي أنا قلتها في نص الملعب لعيبة واعدة تقدر تشتغل عليهم شوية، والله دي حاجة كويسة. هل أنا منتظر فنيات ومنتظر برونزية زي فريق 2001؟ لأ، أنا أصلا يعني أنت بنسبة كبيرة أنت ممكن تغادر الكاس، يعني مش حوار الإنذارات وحوار التوالت والليلة دي. بس في النهاية يعني أنا بشوف إنه المنتخب أدى جزء بسيط من الدور، إنه على الأقل نور لك كام لعيب كده أنت مطالب بقى إن أنت تشتغل عليهم الفترة الجاية. طيب هي اللعيبة دي بتسد احتياجات المنتخب الأول بقى كلها؟ يعني المنتخب الأول عنده نواقص، هل اللعيبة دي بتسد كل نواقص المنتخب الأول؟ الإجابة لأ. المنتخب الأول ناقصه بقى باك يمين، ناقصه باك شمال، ناقصه مهاجم بديل لمصطفى محمد في رأيي الشخصي، ناقصه خط نص، بس اديك اهو سدد دي. الوينجات بصراحة كويسة، بس هي سيدي زيادة الخير خيرين. طب طالما فريق الشباب اللي طالع ده ما سدش كل الفراغات بتاعة المنتخب الأول، نسدها ازاي؟ هنا يجي دور المنتخب الثاني، منتخب كابتن حلمي طولان، اللي علشان ما نطولش على حضراتكم نفصله نتكلم فيه في فيديو تاني إن شاء الله. شكرا جزيلا.